شيخنا الفاضل عفوا، هل حدث وأن تكلمتم في العلامة الألباني، خاصة أن بعض الإخوة من تونس زعموا أنكم قلتم إن الألباني عنده إرجاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على الشيخ الألباني رحمه الله إمام، وحضرنا وجلسنا معه وسافرنا معه وحجينا معه وجاء مصر، وجاء مصر وجاء جلس عندنا ببيتنا ودعيته عندي مع الشيخ محمد البنا رحمه الله وبعض الإخوة الآخرين، ونعرفه من زمن الحمد لله قبل إشاعة هذه الترهات وهذه الدعايات الخاطئة والمخالفة للواقع. ولا نقول عنه إلا الخير. كيف هو إمام؟ كيف نقول هو بإرجاء؟ البان أنت لو قلت لي أنت مرجئ أزعل منك، لو قلت لك أنت مرجئ تزعل مني، فكيف تتهم الألباني بالإرجاء؟ أنت مسكين، أنت واهم، أنت ميزانك مختل. اتق الله، خد بالك كيف يكون ذلك؟ قد يكون الإنسان كلام قالوا مرجئة، ولكن كل واحد بحسب عقيدته. كان في كلام مرجئة بيقولوه أهل السنة بيقولوه، ولكن كل واحد بيفسر حسب عقيدته، كما قال تعالى يكون يعملوا على شاكلته. فحتى لو قال كلام ما حدثش حاجة بالذات فقال المرجئة، شوف بيقول فهموا فيه ايه؟ واخد بالك ان في كلام الناس كلها تقول، ولكن كل واحد بيفسره بالتفسير حسب عقيدته ومنهجه. فأنا أبرئ الألباني رحمه الله من أن يكون في عنده خلافات في المنهج أو في العقيدة مخالفة لأهل السنة السابقين أو الذين كانوا معه. كان أولى بمعرفة الأخطاء إخوانه كالشيخ ابن باز رحمه الله والعثيمين والفوزان والناس الكبار دول أهل مصر موحدين، أو الشيخ حامد الفقهي أو غيره. كل هذا ما حصل، لم يحصل من أحد، فهذه كلها مؤامرة لكي يتهموا الألباني بالإرجاء حتى هم يبرروا لأنفسهم أن يقولوا بالإرجاء، وهذه كلها لأهداف غير طيبة. نسأل رب السداد والتوفيق وهداية الجميع. الله يبارك فيك يا شيخ. شيخنا الكريم حفظكم الله، والله أثلجت صدورنا والله يا شيخ. الله يبارك فيك، الله يحفظك يا شيخنا ويبارك في عمرك. عفوا يا شيخنا بارك الله فيكم، أتركك تستريح قليلا وبعد ذلك نكمل يا شيخ. طيب الحمد لله. شيخنا الكريم، هل تعرفون طالبا من تونس يدعى سليم القاسمي؟ يعني هذا يعني إخوة راسلوني بالأمس عندما علموا أني سأكون معك في هذه الرحلة، وقالوا إنك تقول عنه إنه تكفيري. سليم القاسمي ربما هو الذي نقل الكلام إلى تونس والإخوة في تونس، وقال إن الشيخ البنا يقول الألباني عنده إرجاء. لا، هذا الشخص اسمه لا تعرف. ولا ما أتذكر أن أنا قابلته وأنا جلست. نعم. جلست مع واحد اسمه الشيخ جهاد بس، يعني كان يتكلم بكلام مخالف ونصحته، قلت له لا تقلد. تقول لي الشيخ حالبي قال والشيخ فلان قال، قلت له ده الشيخ حالبي قال أو غيره قال، ناخذ موافق السنة، لا نقلد، نحن متبعون، لكن نحترم الأشياخ باعتبار أن هم يعلمونا الكتاب والسنة. نعم. ونأخذ الكلام الدين منهم كمبلغين لنا، ولكن نتقمص شخصياتهم ولا نقلدهم، إنما نحترمهم ونقدرهم قدرهم. هذا موقفنا من هؤلاء الأشياء. شيخنا الكريم بارك الله فيكم، رسالة وصلتني أمس من أخ جزائري نعم، يقول اسمي عبد الحليم علال من الجزائر، يقول أسألك بالله أن تسميني للشيخ الوالد وأن تطلب منه أن يدعو لي. اسمه عبد الحليم علال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رسالتي جاءت من عند الأخ عبد الحليم علال السلفي الجزائري، فرحت بها جدا، وأسأل ربي أن يوفقه وسد خطاه
ويفتح له أبواب الخير ويغلق عليه عنه أبواب الشر، ويثبته بالقول الثابت ويصلح دينه ودنياه. وإن شاء الله أدعو له وأدعو المسلمين جميعا بالخير، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا بارك الله في عمرك، هل ستلتقون قريبا بفضيلة الشيخ الوالد ربيع بن هادي المدخلي؟ قبله؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله من عندي إن شاء الله، عندي إن شاء الله عزيمة على السفر لعمرة رمضان. أنت يسر لي، أراد الله لي ويسر لي، وإن شاء الله ما أذهب هناك حقابل الشيخ ربيع إن شاء الله، وأجلس معه وأتشرف به وأخذ من نصائحه وعلمه. وفقه الله وسدد الله خطاه. من نروح عند من؟ نروح عند إخواننا طبعا وكبارنا ومشايخنا. لازم مش نروح يعني عشان نبقى شيخ طريقة أو يعني مقلدين، لا، نحن نأخذوه قدره وندعوه بالتوفيق والسداد، ونأخذ منه العلم الموثق بالأدلة، ونعبد ربنا أن جعل لنا ربيعا الحمد لله وغيره من الذين يدافعون عن المنهج. هذا شرف كبير هذا. اللهم وفقنا واحفظهم وجزيهم خير واخلوا علينا بالخير جميعا، والصلاة والسلام. شيخنا حفظكم الله، هل صحيح أن الشيخ ربيعا حفظه الله أحد تلاميذكم؟ من طلابكم الشيخ ربيع؟ الشيخ ربيع من طلابكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كم من طلاب الشيخ ربيع؟ الشيخ محمد البنا. أنا لم أكن من طلابي، أنا من أساتذتي الشيخ ربيع. لما كانوا من طلاب الشيخ محمد البنا، وهو في أول دراستي في الجامعة، والله موفق المستعان. شيخنا حفظكم الله، طبعا نعم. فات كده حتة. تفضل. اللي فات. نعم تفضل. والشيخ ربيع جزاه الله خيرا فاق الجميع، وتكلم عنه بالخير وعرف به. يقول زكاه، ربنا اللي بيزكى. يقول هذا عرف به الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وابن عثيمين والفوزان وكل هؤلاء. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هذا يعني معين العصر. ما شاء الله. والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، يعني جالستم كبار العلماء، خاصة الثلاثة المجددين ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله، فلو حدثنا بشيء من أخبارهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد علمنا بمناقشة أحد الشيعة الرافضة في موسم الحج، وتكلم مع أحد أخواننا السلفيين، وأتى بي إلى الشيخ الألباني في الخيمة التي كان فيها في منى، وناقشه. فإذا كل ما يناقشه ويتغلب عليه الشيخ الألباني بالأدلة يقول أنا ضعيف، أنا ضيفكم، أنا ضعيف، وهكذا. وانتهى الأمر أنه لم يقتنع وتركوا الشيخ وتوقف عن مناقشته. والشيخ الألباني كان يجلس في الخيمة والناس كلها تجيله تسأله، جزاه الله خيرا. وفي عرفة ينتف حوله، ولكن هو يشغل بالذكر والدعاء، لا يفتي الناس في أثناء العرفة، يشغل نفسه بالذكر والدعاء حتى يأخذ الفرصة. وشان معه ويشتري إذا سجادة يعني تنفسها ويقولوا، فيبحث بها لا يكون فيها صليب أبدا، يلف على السجادة كلها حتى لا يرى فيها صليب، ويشتريها بعد ما تأكد منه. وسمح في البيع، سمح في البيع في الشراء، وذو أخلاق ومسلي، وعنده يعني فكاهات لطيفة سلبية. يقول لي مرة عايزين نشوفك يا شيخ حسن، تيجي عندنا تزورنا كان في سوريا يما،
قلت له إن شاء الله إحنا عندنا عزمة والله يا ليتنا. قال خير البر عاجله. قلت له إن شاء الله. وكنا في جهة اتغدى عندنا في يوم دعيته عندي في مصر، كان معي الشيخ محمد البنا وغيره من الأشياخ، وحضر معنا واحد أستاذ لغة عربية جار لنا يسكن في البيت بتاعنا اللي ساكنين فيه، في شقة معنا يعني في بيت نفسه. فقال قاعد اللغة درس اللغة العربية، وعنده يعني بلاغات في اللغة، وعنده تعبيرات لغوية كعادة اللغويين. فقال واحد يسأل الشيخ الألباني، واحد من الجالسين، قال يا الشيخ إن التمام والتولة الشيخ ما هي التولة؟ فرد الرجل الشيخ الأزهري قال يعني تتولوا، المرأة تعمل له شيء تتولوا. ثم قال واحد بيسأل يا فضيلة الشيخ الألباني، قال تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكبير تؤذهم أذى، فقال الشيخ الأزهري توزهم وتغريهم. وضحك الجميع. وهذه من الأشياء التي لاحظناها على الناس، عندهم روح طيبة وعندهم سماحة، وعجبنا فيهم أكثر تمسكهم بالكتاب والسنة والغيرة عليها والتزام السنة في كل صغيرة وكبيرة. وهذا من الشيء العظيم الذي يمتازون به، وجزاهم الله خيرا غفر الله له. نعم. وابن باز بن عثيمين رحمه الله. ابن باز كان ما شاء الله عليه يعني برضه لما كنا نحضر عنده. أما يجي الشيخ محمد البنا إلى المدينة، محمد البنا كان يقيم في جدة أو في مكة، هناك سكن في مكة، ويجي المدينة يروح يسلم على الشيخ ابن باز ويقول له هات الشيخ حسن معك ويعزمنا على الغداء، فنجلس ويأتي لنا بالتمر والماء البارد، وبأثناء ناكل التمر ونشرب الماء البارد يكون أحد الإخوة عند الشيخ ابن باز معاونين له يقرأ شيئا من كتب العلم ونستمع، والشيخ ابن باز يناقش ويعلمنا ويسألنا عن بعض الأشياء، الكلام في الشرع حتى يعرف مستوانا وحتى يعرف العلم اللي عندنا ويصحح لنا إذا كان في خطأ. فكانت جلستهم كلها خير. وكنا عنده معه في الرياض، رحنا نزوره في الرياض، فإذا بي سفير غانا هناك، وقال يقول له أخونا الشيخ حسن البنا، وأنا إيه علاقتي بسفير غانا ولا أنا في مستوى سفير غانا؟ ولكن يحترم إخوانه ويقدرهم قدرهم، رغم أن أنا إنسان ضعيف ما عندي علم بسيط. فأمثال هؤلاء يرفعوا معنويات إخوانهم ويجعلوهم إن شاء الله يعني يتقدمون في العلم والثبات في الدين ولا يفتنونهم. هذه ميزتهم. فربنا والشيخ عمر راخر فلاتة من عام الجماعة الإسلامية، كان من نعم الأخلاق الإسلامية. كان يقول نمشي مع الشيخ عبد الرحمن الإفريقي شيخي في المدينة يشتري من السوق، وكنت أنا طالب علم عن الشيخ الإفريقي. يقول الشيخ عمر رحمه الله، رحمه الله الجميع. فيجي الراجل يقول له يا عم جزار كم الكم ده يا أخي؟ يقول له بريالين. يوم الشيخ عمر يقول له ايه بينه وبينه لا بريال بس يا برشا. يقول له اسكت اسكت، حتى لا يقولوا السنية بخلة، اسكت. هكذا كان. وكان الشيخ عمر يقول له يا فضيلة الشيخ طب نبدأ ازاي؟ بنحب نعلم ناس وننصحهم في التوحيد. قال ايه؟ بالمناسبة، يا تكلم كلام مناسب للحال، كلمة واحدة بس. وكنا نعقل ايه المناسبة دي لحد ما عرفنا قصده ان شاء الله بفضل الله من كلامه وتفصيلاته وغير ذلك من الاشياء العظيمة التي ذكرنا بعضها ونسينا الكثير. نسأل ربي ان يجعلنا على الطريق الحق جميعا ويغفر لنا ولهم كما لسائر المسلمين. بيقول لك الشيخ عثيمين. الشيخ عثيمين لم أجلس معه كثير يعني. كنت أحضر دروسه في مكة، وفي مكة وهو أصله كان في عنيزة، فكان يجي مكة في المواسم. كنت أحضر عنده في مكة وأحضر معه في الحج لما كنت لقينا في المرسوم الملكي بتاع الملك جزاه الله خير نكتب اسمنا فيها عشان نكون أعضاء في التوعية. فكنا نروح في التوعية الإسلامية في الحج ونقابل ونسلم عليه ونقعد معه ونفرح بكلامه وعلمه
غفر الله له، وخدنا منه الحمد لله علم، ولكن ليس بكثير. والله أعلم، والصلاة والسلام. يعني شيخنا أكثرنا عليك، ولكن السؤال الأخير بارك الله فيك يا شيخنا، نريد نصيحة عامة لأبنائكم من طلاب العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح نفسي وإخواني تقوى الله، تقوى القولية والعملية، مع إخلاص القلب لله وحده. أنا يعني أجد نفسي عندي تقصير كبير، وأدعو نفسي وإخواني إلى ملازمة الإخلاص، التزام بالإخلاص في كل شيء، ويعني والتعلق بالدنيا، إن هذا كله يعني يقلل من إخلاص العبد. نسأل ربي التوفيق والسلام. وننصحهم بمصاحبة الأخيار، كما قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يريدون الحياة الدنيا ولو تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. فلا تهتم بالناس الآخرين الذين ليسوا على الدين الصحيح، وجلوسك وحياتك وفراغك كله مع إخوانك أهل السنة، أو تحسن الأخلاق مع الله أولا. يقول لك هذا حسن الأخلاق مع الناس ومع الله. تسمع كلام الله وتؤمن بأسماء وصفاته، وتفعل ما يحب الله وتكره ما يكرهه الله، وتحرى الأخوة الإسلامية، ولا تكن إنسان منعزل عن جماعة المسلمين بمالك أو بعلمك أو بصحتك وأولادك. لأن نحن أهل السنة والجماعة. سنة فقط ليس هي المطلوبة، سنة وجماعة. جماعة فقط من غير سنة ليست مطلوبة. فالسنة والجماعة لا يعزلون أنفسهم عن المجتمع المسلمين السلفي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لم يأكل الذئب من الغنم القاصية والناحية. وأحب إخوانك والتضحيات معهم، وكما كان الصحابة يفعلون، يقسم المال بينه وبين أخيه والزوجات بينه وبين أخيه، وهكذا، ويسر عن أنفسهم وركال بهم خصاصة. كل هذه الأمور تحققها عمليا، تجد نفسك ترقيت في معارج الإيمان، ومعنوياتك ترتفع، وإيمانك يقوى، ونفسك ترتاح. هذا كله. وبالنسبة للبدعيين اعتبرهم مرضى وتعالجهم كما يعالج الإنسان الأسير أو المريض. لا تشتمه ولا تسبه، لا تعطيه ظهرك، كما قال الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني، يعني لا تقطع النصيحة عن مسلم واحذر على نفسك منه. يعني تدين النصيحة وتبعد عنه. البدعي يقول لك تعال نروح السوق، لا ما تروحش معه. تعال زور فلان، لا. إنما هذا تفعله مع أخيك، ويأكل عندك وتيجي عنده ويروح عندك، وزوجته تروح لزوجتك، السلفي أخوك. إنما هذا لا، تقف عند حدود حتى ما يكون قريبك، خليك على حياد معه، سلفي معه وسهل. ولكن غير كده تعامله معاملة حتى تنصحه، وحتى لا تفتنه، وحتى تدعوه الدعوة الصحيحة. وأمور كثيرة، بس الإنسان بيتذكر قليل وينسى الكثير. اللهم وفقنا، جزاك الله خير. جزا الله سماحة العلامة الوالد الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله خير الجزاء، وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيه، وأن يجعله ناصرا للسنة قامعا للبدعة وشوكة في حلوق المبتدعة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أبو حاتم السالمي، في مساء يوم الخميس 3 من شهر شعبان لعام 1436 الموافق 21 من شهر مايو لعام 2015، أثناء الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية لعقد الدورة العلمية بها. جزاكم الله خيرا. حبذا ذكرت هذا ما قلته وما سرحت به وما أجبت به، إن كنت وفقت بفضل الله، غير ذلك من نفسي ومن الشيطان. كان في خروج يعني، إنما الشيطان بلام كله علم الدين
حتى لو أخطأنا ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا شيء. فسامحوني على قدر علومي البسيطة. أسأل رب التوفيق والسداد ويصلح حال المسلمين ويقوي أهل السنة وينصرهم بالحق. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.